بعض الناس وكبار السن وأجدادنا بيشكوا من شوية أمراض أو شوية مشاكل في العيون، ما بنكون عارفين شو تشخيصها، ولما بنبحث ما بنلاقي إجابات واضحة. لكن خليني أعرفكم على بعض الأمراض الموجودة أو المنتشرة في العيون اللي ممكن تصيب أي حدا وبتكون مخيفة بسبب تأثيرها على الرؤية وصحة العين. ورح نحكي عن الأنواع، درجة المخاطر تبعتها. إن شاء الله بفيديو قادم بنحكي عن حلول كل مشكلة فيهم بطريقة طبيعية إن شاء الله. ريتينيتس بيجمنتوسا التهاب الشبكية الصباغي أو الصباغي، وبيتميز بظهور بقع لونية صبغية في قاعدة العين، وهاي ممكن إنها تؤدي إلى فقدان الرؤية مع الأسف. اعتلال الشبكية السكري diabetic retinopathy، مضاعفات ممكن تصيب الأوعية الدموية الدقيقة في العين، وهو من سمات مرض السكري وبيؤدي إلى ضعف الرؤية. متلازمة هولوزهانت سيندروم، التهاب بيصيب الجيوب الكهفية وحجاج العين وبيظهر على شكل آلام في منطقة العين ورؤية مزدوجة. متلازمة باردت بيدل سيندروم، مرض وراثي بيتمثل بفرط زيادة الوزن وممكن يؤثر على الرؤية كمان. كانتراكت، مرض الساد، ضبابية في عدسة العين وبتؤدي إلى رؤية الضبابية، وهي بتصير عند كبار السن أكتر. جلاوكوما الزرق، بيصيب العصب البصري وبيؤدي إلى فقدان الرؤية. لو تعرف أي حدا عنده أي مشكلة من هاي اكتب لنا إياها بالتعليقات، وإن شاء الله بنحكي عنها بالفيديو القادم. وشكرا لكم أعطيتوني من وقتكم الثمين، وباي. كثير رح أشتاق لكم.